معروف أنه منذ قدوم ترامب إلى الحكم والنظام الجزائري يرتعد. حكمتهم الدياري ما فيها حتى هضرة، حكمتهم لا دياري، حكمتهم البوليكا كما نقولوا في الجزائر. وعلاش حكمتهم البوليكا؟ لأنه نهار اللي جا ترامب رايح وأعلن اعتراف أمريكا بالسيادة المغربية على الصحراء، رد الفعل تاع العصابة بينهم أمريكا عصابة كما هما. وفيقوا على رواحكم، أمريكا راهي دولة عظمى، أمريكا ما راهيش عضو غير دائم مثل في الأمن كيما انتوما عندهم طابوري. أمريكا عضو دائم وعندها الفيتو، وأمريكا كي تبدا تضربك في الراس تدوخك تصرعك. نعم. وشيش قول كلمة ماهيش مليحة في أمريكا، شيش تخاف، لأن أمريكا عندها باش تضغط عليكم. شوفوا درك ما هي رافعات التأثير الأمريكي على الجزائر، رافعات الضغط. معروف أنه الوضع في شمال أفريقيا وفي الساحل مع قدوم الإدارة الأمريكية تحت رئاسة دونالد ترامب راح تعرف تغيرات جذرية، لأنه هذا داخل في برنامج دونالد ترامب. دونالد ترامب قال كان حبس الحرب تاع أوكرانيا وروسيا، نطفي النار في شمال أفريقيا، ما نخلي حتى السبب تاع إشعال النار تكون فيه بؤرة توتر. إيران قدر نيوكليير كسلاح نووي، جاي يرتب امور. هذا هو جدارمي، يقول في لو جرون جندارم، سي لو جندارم دو موند، يجي يرتب الامور. واش يشوف في شمال افريقيا فيما يخصنا احنا؟ يشوف انه كاين بلاد اسمها الجزائر يحكموا فيها عصابة ولاد الحرام الفويوات، والجزائر هذه بلاد غنية، نورمالمون شعبها راهو عايش غير من الشيء اللي راه عايشه الشعب السعودي ولا الشعب الاماراتي ولا القطري ولا البحريني، لانه عندنا نفس الخيارات. هما باينين عليهم وحنا ماهمش باينين علينا. احنا باش رايحين سياسه يسبقوا فينا وفي نفس الوقت يتلاحوا على البرانيين. ابدا. لاحظ انه منذ 2021، يعني منذ قدوم هذا الثنائي الجهنمي اللي اسمه شنقريحه والدبدوب ديالو تبون بخنونه، عندنا ان شيان حاشا الكلاب على كل حال، دروبي البواب معاه تبون منذ 2021. والجزائر ماشيه في سياسه على بلاش وين راح تديها، تتلاحى الناس كامل. لعب مع المغرب، لعب مع اسبانيا، لعب مع فرنسا، لعب مع المالي، لعب مع ليبيا، لعب مع الناس كامل. واش سبلها هذا؟ لعب مع الدول العربيه، لانهم كاع الدول العربيه غير امشي امشي ما تدورش. باقيين الدول العربيه دوك شادين. كما قال لي واحد، قال لك يا ولدي احنا ما ننظروش لهذه العرايه، ننظروا للتاريخ تاع الجزائر. ثورة تحرير الجزائر يعني كتبت أروع صفحات هذه المنطقة وهذا العالم كامل، ما يسمى بالعالم العربي. دونك النظام الجزائري يوجد روحه في عزلة. كيف جات هذه العزلة؟
نعطيو. ما تقوليش كما قال له رانا علاقتنا لاباس مع الناس كامل، رانا لا علاقتك ماهيش لاباس يا سيدي، راك خايف تروح تقابل العرب، تقابل الرؤساء، مش قادر تقابلهم. عندنا العسرة الأولى عندنا مع الجار واللي هو شقيق، واللي هو فتح لك البارح أرضه باش تكونوا فيها مجاهدين تاع ثورة التحرير، فتح لك أرضه باش يمرض السلاح يدخل للأراضي الجزائرية للمجاهدين. هذا شقيق دافع ليك في الأمم المتحدة. شقيق هذا أولاده جاوا دفعوا ضريبة الدم، ماتوا، روح فاسي هذوك الجداريات الكبار اللي فيهم اسماء المغاربه والتوانسه واللي ماتوا على الجزائر، روح فاسي ولا روح حيدهم وقراجات الزلزال، روح نحيهم. نادمين عاد ماشي انتم اللي درتوهم، ماشي انتم اللي درتوهم، انا جات لكم ما ديروها. روحوا المغاربه دفعوا ضريبه الدم، الا ولد الحرام نكر الخير اللي ينكر مهما كانت علاقتك مع المغرب، مهما كانت العلاقه بين الانظمه. وهذا عشناها في الجزائر في السبعينيات، لحقنا معركتين عسكريتين، مقالة الأولى ومقالة الثانية، مات اللي مات وتم أسر اللي تأسر، ولكن بين الشعوب والو. كنا في الحي الجامعي تاع رضوان، ونقولوا كان الزملاء باش يشوفوا فيا وكانوا معنا في الحي، كل عشيه نحطوا تور ديسك في الفوايي، ناس الغيوان وتجيب جلاله كل عشيه. كانوا معنا إخوان مغاربة يدرسوا في كل الشعب وعندهم منحة دراسية من الحكومة الجزائرية، وكانوا مغاربة يدرسوا في الجزائر، منهم زوج كانوا يدرسوا في مدرسة الصحافة، محمد طلال وتفاصيل سود. وكانوا يعني شوفوا ما زال يقول لك راجل يعترف بها بعظمة لسانه، يقول لك ممنوع على الأجنبي يدرس تاريخ الجزائر للجزائريين في المدارس والجامعات. كنا درست لأنه ما يعتبرونيش أجنبي لأني مغربي، وممنوع على الأجنبي يخدم في التلفزيون الجزائري اللي هو تلفزيون حكومي. قلت أنا درست لأني مغربي مانيش أجنبي، وممنوع على الأجنبي يخدم في وكالة الأنباء الجزائرية وهو خدم لأنه ماهوش أجنبي، هو مغربي. وهذا في أعز الأزمة. شوف لما كانت الجزائر راسها رجال ماشي على راسها عرايا، يعرفوا يميزوا القطار ما بين الدار البيضاء وتونس خيمشي ما يحبسش ما يحبسش. شوف يعني كيفاش الشعوب شيء الأنظمة شيء آخر. ولاد الحرام هادو هما اللي يعزلوا الروح هاو فينا. إذا مع المغرب علاقات دبلوماسية انقطعت من طرف واحد منذ أوت 2021، أزمات اقتصادية، أزمات أمنية متزايدة، معلوم اللي يعطيك على العزلة الدبلوماسية، عزلة الجزائر. العلاقات مع موريتانيا في تذبذب، وكانت تميزت ببعض نشبة بعض الحوادث، منها ضرب السيارات الموريتانية في ديسمبر 2024 وتغلغل عسكري جزائري في الأراضي الموريتانية في ديسمبر 2024 مع دول الساحل. أزمة كبيرة
وزراء مالي والنيجر وبوركينا قالوا لهم أرواحوا الدخل، ولليوم مازال ما رجعوش. الأزمات الجهوية، الجزائر ما تعرفش كيفاش تاخذ موقف، تروح نتايا تعمل بيان نهار 3 ديسمبر 2024، تعمل بيان تقول احنا رانا مع موقفنا ثابت، موقف الجزائر ثابت ومؤيد للجمهورية العربية السورية، يعني لبشار الأسد، في الوقت اللي كانوا الثوار على أبواب دمشق ونظام الأسد في حالة انهيار. كل هذا يخليك تعيش فينا. ما نتكلموش على فرنسا، وما نتكلموش على العلاقات مع التنظيمات الإرهابية، وخاصة مع حزب الله وتنظيمات أخرى. الوضع للنظام الجزائري في حالة ارتباك أمام أمريكا، خاصة أنه النظام الجزائري معروف عليه أنه هو الممول الرئيسي للبوليساريو، هو اللي عاطي دعم عسكري للبوليساريو، فاتح أراضيه للبوليساريو، وهذا كله يخليه، هذا بالإضافة إلى الدعم الدبلوماسي والدعم الآخر للبوليساريو. اللي أمريكا تقول لك البوليساريو في حالة زوال، في حالة زوال. فأمريكا هنا عندها خيارين بمزية: إما تبقى تداري في العصابة بالعكس تعطيهم مهلة صغيرة، يعني نقدر نزربوا ولكن يلزم تزرب، والا يعطيهم دي زولتيماتوم، دولهم تواريخ، تاريخ فلاني ما تنبعثش نجي نضرب، تاريخ فلاني ما تمشيش تتفاوض انا نجي نضرب. كيفاش يضرب؟ شي يجيب له دبابه طياره، ما بقاتش يخرج اقتصاديا اون بار بوليساريو تيروريست، خلاص يدخل في قائمه الارهاب، العالم كله يتبع. سي الامريكان اللي هذا، ابقى انت دعم البوليساريو ذاك الوقت، شوف كيفاش تتخنق. ديجا فرنسا غير قالوا لكم جواز سفر دبلوماسي يلزمكم ديروا له فيزا، نطوا تبكيو. فما بالك لما يقول لكم الطياره تاعكم خلاص ما عادش يحلق في السماوات الاوروبيه والعربيه والافريقيه، تحبس. سلعتكم تبقى عندكم، بترولكم وغازكم واحد ما يشريه. نعم احنا جاي الصيف ما يحتاجوش الغاز، جاي الصيف ما يحتاجوش الغاز، واستهلاك البترول يقل، والامريكان يضخ، السعوديه وقطر والدول العربيه يضخوا البترول، يرفع الانتاج. هكذا اللي يضربوه وهكذا يبيعوا وهكذا يزدحم من الضغط من الداخل، لأن ذاك الوقت الشعب هذا يقول أنا ما، الناس في الحباس، الناس ما يقدروش يتنفسوا، الجزائر ولات سجن كبير، وينوضوا لهم ويطيعوا ما كاينش تعبئة، كاينش تعبئة. أنا شخصيا نتمنى أنه أمريكا تستعمل هذه الرافعات ضد النظام باش نتحركوا. الجزائر محتاجة تتحرر من هذا العصر،